بالنسبة لي قبل أن نبدأ يجب أن يبنى ذلك على، كما أقول دائما، أنه لا يمكن أن أعتبر أن ما أقدمه هو عبارة عن عن انطلاقة جديدة صح التعبير، ولكنه مبني على مجموعة من التصورات التي أنا في نظري أحاول أن أقدمها من باب النقاش. طبعا أول شيء يمكن أن نبدأ به هو كيف أنظر إلى المعجم، أو كيف يمكن أن ننظر إلى المعجم، أو ما هي تصوراتنا للمعجم. طبعا أهم نقد يمكن أن يوجه للمعاجم العربية اليوم أنها قاصرة، وقصورها أنها لا تعطي كل المداخل المعجمية، أو لا تستفي المعاني التي من المفروض أن تقدم للمداخل المعجمية، بمعنى أن هناك عدم مواكبة، وأنا أدخل في الموضوع مباشرة. هناك عدم مواكبة، هناك عدم مسايرة للتحولات التي تعرفها المعاني بشكل عام. ثم أهم شيء يمكن أن ننتقد من خلاله المعاجم العربية أن كل ما أنجز على المعاجم العربية من دراسات أنجز على المعيار فقط ولم يتجاوز ذلك، بمعنى أنه لا تتم مراعاة التنوعات اللغوية الأخرى التي هي أصل في بناء الملكة اللغوية، ثم أن كثير من هذه المعاجم عندما اشتغلت على المعيار كررت بعضها البعض، وبالتالي القاموس المحيط سنجد بعضا منه في لسان العرب، سنجد ابن دريد في لسان العرب، سنجد الكثير من المداخل المعجمية يكرر بعضها البعض، بمعنى حتى لو افترضنا أن لسان العرب مثلا تم تفريغ كثير من المعاجم فيه، فهذه المداخل المعجمية التي ضمها لسان العرب هي كررت بعضها البعض، بمعنى نحن الآن نتهم أن هذه المعاجم هي كثير من مداخلها كرر بعضها البعض، وبالتالي فهي لم تقدم ما يمكن أن ينمي من الرصيد اللغوي داخل هذه المعاجم، أو على الأقل أن يواكب هذا التطور الذي تعرفه اللغة بشكل متجدد. طبعا هنا أقدم مثالا، ولعل في الأمر ما ربما هذا مثال، ولكن إذا ما استحضرنا الأمثلة الكثيرة جدا فستجدون أنه في غالب الأحيان هناك قصور في تقديم المعنى المراد الذي ينسجم مع الملكة ومع القدرة اللغوية للمتكلمي العربي. أقدم هنا مجموعة من الافتراضات التي تخص المعجم، بمعنى ما المعجم، ما طبيعة هذا المعجم الذي يمكن أن ندرسه. أول شيء أو أول افتراض أن المعجم يجب أن يستثمر القدرة اللغوية، ويجب أن يستثمر في الملكة المعجمية، وهذا أمر نحن الآن بعيدون عن إدراكه بشكل كبير، خصوصا الذين يصنعون المعاجم أو الذين يستثمرون أو الذين يحاولون أن يستثمروا في المعاجم، باعتبار أن هذه المعاجم هي واجهة للقدرة أو واجهة للملكة. هناك غياب أو غياب شبه تام لما يسمى بالقدرة أو الملكة، لأن صناع المعاجم، وهنا سبق وأنا أستمع لأحد الزملاء ذكر مسألة المعاجم ومسألة صناعة المعاجم، وأنا أذكر صناعة المعاجم. طبعا هناك مكتب تنسيق التعريب، وهناك معهد دراسات الابحاث التعريب، وهناك مؤسسات كثيره جدا هي مهمتها هي انها تشتغل على المصطلحات وتشتغل على المعاجم وعلى صناعه المعاجم المتخصصه، لكن بامرين ربما اسميه الاوامر، انهم يضعون المصطلح ويقولون للانظمه الاخرى استعملوا هذا المصطلح، وظفوه في مجال التعليم، وظفوه في مجال الاقتصاد، وهذا هو صلب الخطأ، صلب فشل المشروع. وأنا أصرح بهذا الأمر، هذا صلب فشل المشروع، لأن فشل المشروع في الأصل لا يمكن أن نأمر مستعملي اللغة بأن يستخدموا هذا المصطلح أو لا يستخدموا هذا المصطلح، لأن الأمر معكوس. الأصل في الاصطلاح وفي المعنى هو المتكلم العربي، وهو القاعدة التي بنيت عليها المعاجم من قبل.
بمعنى أن الأصل في بناء المعجم هو متكلم العربية، وليس المؤسسة التي ستصنع المصطلح وستقول افعلوا كذا وقوموا بكذا وأدرجوا هذا المصطلح لما كذا. هذا خطأ كبير سقطت فيه كل هذه المجامع اللغوية أو هذه المؤسسات الجامعية التي تقوم بصناعة هذه المعاجم. لذلك فغياب القدرة والملكة في صناعة المعاجم خلف هذا الأمر وخلف هذا المجال. المعاجم في نظرنا هي أجهزة واصفة للملكة اللغوية فقط، بمعنى كل معجم يجب أن يرصد الملكة المعجمية. ما دون ذلك بمعنى أنه استباحة غير استباحة بعيدة ضد التيار. وبالتالي فتصورنا أو كما يتصور بعض من طلبتنا أن المعجم يفرض على المستعملين، المعجم لا يفرض على المستعمل شيء لأن يستعمل كذا بكذا أو إلى آخره. المعجم يجب أولا أن ينطلق منك باعتبارك متكلم بالعربية وباعتبارك كذلك تملك قدرة لغوية، وبالتالي فرصد الملكة المعجمية هي من صميم بناء المعاجم. ثم نفترض أن هذا المعجم الذي نتحدث عنه هو بنية تمثيلية للمداخل المعجمية أو للملكة المعجمية وفق ضوابط يفرضها نسق اللغة العربية وتفرضها ضوابط اللغة العربية، ولكن أن نراعي في ذلك المعايير وأن نراعي في ذلك التنوعات اللغوية الأخرى، لأن التنوعات اللغوية الأخرى هي التي ستعطينا ما يمكن أن نزود به المعاجم العربية من معاني متطورة. ثم نفترض أن كل متكلم للغة معينة كيفما كان نوعه طبعا يتكلم من منطلق معجم تنوعي يجمع بين اللغة الأم وبين اللغة الأولى وبين اللغة المعيرة أو بين تنوعات أخرى مختلفة. المهم هو أننا باستطاعتنا أن نصل في نهاية المطاف إلى بناء هذا المعجم، بمعنى أنه كل متكلم باللغة العربية هو يتكلم بناء على التنوعات المفترضة للمعاجم. ثم هناك افتراض آخر أن المعجم يشمل كل ما نعرفه عن اللغة وكل ما نعرفه عن مفردات اللغة، إذن فهو شامل، يجب أن يكون شاملا لكل هذه الاستعمالات اللغوية. هذه الملكة المعجمية التي نتحدث عنها ما وصفها؟ ما هي أوصافها؟ ما هي هذه الملكة المعجمية؟ أولا تحول الملكة المعجمية من اعتبارها موضوع لغوي لأنك تشتغل في إطار المادة اللغوية إلى اعتبارها موضوعا طبيعيا. وعندما تحول هذا الأمر إلى موضوع طبيعي أصبح بإمكاننا أن نستثمر فيها ما يسمى بالقدرات اللغوية، لأن القدرات اللغوية هي قدرات ذاتية متعلقة بكل واحد منا، أو على الأقل أننا عندما نريد أن نميز بين الملكة وبين القدرة، وهذا غالبا كنت أن الملكة عامة بالنسبة لنا، هي عامة، ولكن القدرات هي تختلف من شخص إلى آخر. وبالتالي فيمكن لطفل وصل إلى ما معدله مثلا، أو عندما وصل إلى 20 سنة يمكن أن نحكم وأن نقول بأن الطفل عندما يصل إلى 20 سنة يمكن أن يكون رصيده المعجمي هو 15 إلى 20 ألف مدخل معجمي مثلا كافتراض، ولكن هذه نسب متفاوتة على حسب القدرات المعجمية لكل واحد منا، لكن الملكة هي ملكة مشتركة فيما بيننا. ثم أن دراسة الملكة هي الاعتناء بالخصائص التي تربط بين القدرات اللغوية أو ربط القدرات اللغوية بالأنساق الخارجية. الأنساق الخارجية لماذا؟ لكي نفهم أولا التفاعل المفترض بينها وبين كل ما يحيط بها، وبالتالي فلا يمكن أن نعزل القدرة اللغوية عن محيطها، ولا يمكن أن نفصل القدرة اللغوية عن ما يمكن أن يكون سببا في إنتاجها اللي هو نحن، هي قدراتنا طبعا. وبالتالي المبدأ الأساس في بناء هذه القدرة هو الإنسان في حد ذاته، وهو الذي يمكن أن نرصد المعاني داخله من خلال هذا التفاعل المفترض بين القدرة وبين الأنساق الخارجية المشكلة لهذا الأمر. وبالتالي فهنا يمكن أن تدخل الثقافة، يمكن أن تدخل العادات، يمكن أن تدخل التقاليد، وأهم شرط من شروط هذا البناء هي التجربة بحد ذاتها. لذلك فنحن عندما نحتكم إلى التجربة فنحتكم إلى معاني مختلفة فيما بيننا، وبالتالي فلا يمكن أن تسقط معانيك على معاني، لا يمكن أن تكون ما تعتبره أنت في الصداقة معنى يمكن أن يكون بالنسبة لي مختلف بشكل من الأشكال. ثم أن تكون الملكة المعجمية أو أصبحت الملكة المعجمية نموذج وصفي كافيا ومتحولا، لأنه ارتبط بشكل كبير جيد بالتحولات التي تعرفها المعاني. فلا يمكن أن نتصور بأي حال من الأحوال أن هذه الملكة ثابتة،
وهو الاعتقاد الذي كان عند بعضنا هو أنه عندما نفتح لسان العرب نعتقد أن المعاني الموجودة في اللسان العربي هي معاني ثابتة. هذا خطأ كبير جدا وقعت فيه، يعني وقعنا فيه عندما كنا نشتغل. المعاني الموجودة في اللسان العربي هي معاني متطورة. ليس المشكل في اللسان العربي بحد ذاته، ولكن المشكل في المعجميين الذين لم يستطيعوا أن يسايروا هذه التحولات التي تعرفها المعاني، وبالتالي فلا يمكن أن تكون القنبلة بمعنى القنبلة عند لسان العرب، فوقع فيها تحولات يعني وتغيرات، وبالتالي فيمكن أن نقوم بعملية تعديل في هذه الملكة لكي نربطها بالتصور، لكي نربطها بالتمثل، لكي نربطها بالإدراك. كل هذه الأشياء لا يمكن أن نتجاهلها ونحن نبني مدخلا معجميا بصورة التي نريد أن تكون مثالية بالنسبة لنا. ثم أنا ربط الملكة بالأنساق النفسية والاجتماعية والمحيط والبيئة والثقافة، وبالتالي فالملكة التي يكونها الطفل العربي من عاميته غالبا ما تكون جزءا من قدرته، لأنك تنتقل من ضرب إلى ضرب، تنتقل من كلا إلى أكذا. هذا التحول طبعا هو سلس بالنسبة للمتكلم العربي، لكن لا يمكن أن يكون سلسا عندما نتحول إلى مونشي، إلى فخابي، إلى آخره. ستجد أن الأمر بمعنى أننا نستطيع أن نستثمر في بناء القدرة أو الملكة المعجمية، أن نستثمر هذا التحول السلس من اللغة الأم إلى اللغة، طبعا بالنظر إلى هذه التنوعات التي هي جزء من مشكلات الملكة المعجمية. طبعا يمكن أن أفترض أننا نحتاج اليوم في إطار هذه المعاجم التي نريد نحتاج إلى عصر تدوين جديد. طبعا عصر التدوين الجديد لا يمكن أن يقاس على الفكرة كما تصورها العرب، لأنه في الأصل عندما أراد المعجميون أن يجمعوا اللغة بنوا الأمر على تدوين، قاموا بتدوين واتجهوا إلى متكلمي العربية وأخذوا اللغة من المتكلمين العربية. فالمعاجم عندما نقول إنها غير مسايرة فنحن أيضا نحتاج إلى هؤلاء، نحتاج إلى المتكلم العربية من أجل أن نستقي المعاني المتطورة التي حصلت في إطار التطور المفترض للغة. طبعا يجب أن تكون المواد التي هي موضوع دراسة المعجمية هي اللغة العربية الفصحى، هي الممعية طبعا. لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال النظر في المواد الأخرى المصاحبة، وبالتالي فهذه التحولات التي تعرفها المعاني يجب أن يكون المعجم جهازا واصفا لها، وأن لا يبقى متفرجا فيما هو مطروح. طبعا المواد الموظفة في الممعية وقع فيها مشكل كبير جدا، وقع فيها مشكل كبير وكبير جدا، هو أنه حتى الممعية لم تكن فيه كفاية، لم تحصل فيه كفاية. لم تحصل كفاية لأننا لن نستطيع أن نولد من الممعية المعاني الكافية، وبالتالي فوقع هناك خلل أو عدم كفاية في الصيغة الاشتقاقية. خلل في الصيغة الاشتقاقية لدي هنا ما يثبته، طبعا بناء على أمانة علمية سوف لم نفصح على الأمر. ربما طالب الباحث فتح المتوكل تعرف بهذا الأمر. لدينا هنا الآن أزيد من 4722 صيغة ها هي مثبتة. طبعا لا يحق لي الآن بناء على ملكية إلى آخره أن نفصح عنها. 4722 صيغة لم تشتق من وزن فعل على استفعال. 4700 بمعنى الآن القراءة الأولية تقول بأن حتى المعجم الممعية في صيغة استفعال وصلنا إلى 4722 صيغة لم يتم اشتقاق منها هذه الصيغة. في بحث آخر وهو اللي بحث تحت إشرافي وهو للطالبة شيماء فهمي، ها هو المعطيات. طبعا أخذت إذنها في عرض هذا الأمر. هذه المعطيات تثبت القصور في الممعية، فما بالك في الغير الممعية. لاحظ معايا أنه نمشيو النسب اللي عندنا هنايا، النسب اللي عندنا هنا عندنا أفعال من باب الضاء، أفعال من باب الضاء. وجدنا أنه في لسان العرب عندنا هذه النسب هذه ممكن نعرضوها الآن، هي هذه. عفوا
عندنا 54% من هذه الصيغ لم يتم اشتقاق منها صيغة أفعال من باب الضغط فقط. إذا تصور أنه إذا كانت أمامنا هذه المعطيات المعجمية فيما يخص الممعير فقط، يعني تتكلموا فقط على الممعير، حتى الممعير فيه مشكل كبير جدا لأنه أعطانا أرقاما خطيرة جدا على مستوى التوجيه، وبالتالي فلن نستطيع أن نولد كل ما يمكن أن. لذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت حاجتنا إلى هذا الأمر، أصبحت حاجتنا إلى قراءة صحيحة للمعاجم العربية. إذا لاحظوا معي نحن الآن أخذنا صيغتين فقط، أخذنا صيغة أفعال وصيغة استفعال. في استفعال هناك 4722 صيغة لم تشتق ومنها هذا رقم خطير طبعا. وهناك فقط في باب الضبط في لسان العرب هناك نسب ديال 54 لم تشتق منها صيغة أفعال. إذا تصوروا لو بحثنا في الصيغ الأخرى كلها سنجد أكيد أن هذه بوادر لمعطيات يعني تخص الخصاص الذي وقع فيه الممعير في عملية المعجمة. وبالتالي فنحن الآن إما أن نحتاج إلى الاشتغال على الانتقال نحو معيرة هذه المعاني والاستفادة من هذه الاشتقاقات التي لم يردها المعجم أو لم تورد في المعجم الممعير، إما أننا نستخدم هذا الكم الهائل من المعطيات، وإما أننا نستثمر في معطياتنا الحالية اليوم. لذلك نحن نحتاج إلى هذا نحتاج إلى عصر تدوين جديد بنفس الكيفية أو بنفس الخطورة التي، لأن هناك خطورة تهدد المعجم العربي. لذلك فلا يمكن أن نبحث عن المعاني اليوم في لسان العرب على اعتبار أن ما ورد في لسان العرب هي معاني سبق أن مثلت عصرها، وبالتالي فالمعاني الموجودة فيه اليوم نحن أمام معاني أخرى نحتاج إلى معجمتها طبعا. إذا هناك الكثير من المعطيات طبعا الأخرى. استسمح السيد الرئيس إن أطلت، بعض تفاصيل هذا الأمر يمكن أن يثبت إن شاء الله فيما أعلن عنه السي حبيب المغراوي في هذا الاستكتاب الذي سننشره مستقبلا إن شاء الله. أي تطوير في هذا الأمر يمكن أن تحقق